السلام عليكم حبيبتي، مرحبا بكم في قناتي. نتمنى الفيديو تاع اليوم يلقاكم بكل صحة وراحة. اليوم جبت لكم وصفة اقتصادية سريعة التحضير وتحمر لك وجهك. بما أننا على أبواب لعيد الأضحى، حضريها لعيد الأضحى غادي تحمر لك وجهك. جبت أنا هذاك المول تاعي قديم، ومن بعد خديت الشوكولا. غادي تاخدي الشوكولا تذوبيها وتضيفي لها شويه زيت. انا صراحه يعني بقات لي من تاع الايس كريم لي زيسكيمو اللي درتها في الفيديو السابق، كان فيه الكاوكاو. قلت علاه غندوبها ونعاود نستعملها عادي. اذا دوبتها على حمام مريم، ومن بعد غادي نعمر القاعده تاع السيليكون. كما كنتوا تشوفوا هذا موديل قديم تاع المول تاع السيليكون، خرجته وعمرت القاعده تاع السيليكون تاعي بالشوكولا كما راكي تشوفي. اذا كما قلت لكم حلوه اقتصاديه، ما غادي تعييك، ما تدي لك وقت، وما تصرفيش عليها بزاف. وتحب كيما نعرفوا حنا عيد الكبير وغادي تاكلي اللحم، ماذا بينا نديروا حلويات سهله، حلويات جافه، تناسب بزاف العيد، ماشي كيما عيد الفطر، يعني فرق. من بعد تقبضي هذاك المول تاعك تضربي جيدا باش نتحصلوا على شوكولا يعني مستوى واحد، يعني ما تبقى لكش ديك التحدبات الى اخره. اذا من بعد شا غادي ندير؟ غادي ناخده وندخله في المجمد باش تجمد لي الشوكولا تاعي. في نفس الوقت شا غادي نحضروا الحشوه تاعنا. بالنسبه للحشوه تاعنا هنايا خديت 150 غرام تاع الكاوكاو محمص، حمصته وطحنته. وهنايا بسكويت. بالنسبه للبسكويت هنايا تاخدي كميه يعني ماشي بزاف، شويه باش الذوق تاع الكاوكاو يبقى لك. بالنسبه لهاد الحشوه تاعي انا لميتها بالزبده، ذوبت الزبده والعسل فقط. ولكن الاختيار، تبغي تلميها بالشوكولا، انا ما بغيتش نلمها بالشوكولا، بغيت باش هذاك اللون تاع الكاوكاو يبقى لي يبان هكا اللون تاع الكاوكاو. خاش كون لونتها بالشوكولا غادي تجي على حسب اللون تاع الشوكولا. وسيده انا نعطيتكم الفكره، وانتوما يعني وانتي عندك الاختيار تلمي لافاس تاعك باي حاجه تبغيها. تبغيها مربى ولا شوكولا، ولا كيما درت انا لميتها بالدهان والعسل فقط. اذا كيما كتشوفوا من بعد تقبضي هنايا تبقي تعجني فيها شويه باش نحاولوا نلموا هذيك لافاس تولي تشكلنا على شكل يعني تتجمع باش تتجمع عنا. هذه هي النتيجه كما كنتم تشوفوا هنايا بعد ما تجمعت لي. هذا هو الشكل، يعني الملمس اللي باغي نتحصل عليه. ومن بعد غادي نخرج المول تاعي بعد ما تجمدت لي الشوكولا، ونبدا نوزع هذيك الحشوه تاعي، نوزعها على المول تاعي اللي درنا فيه الشوكولا. بالنسبه هنا الحشوه انايا بقات لي، ما بغيتش الاخر بصح تيا تجمي تكملي تعاودي تخرجي دوك غادي تشوفي اخر فيديو، ابقي معايا اخر فيديو. ومن بعد باش تكملي الحشوه تاعك، انا خليت هذيك الحشوه غادي ندير لكم بها وصفه اخرى ان شاء الله. اذا هنايا فرشت كاع الحشوه تاعي في يعني في المول تاعي كما كنتم تشوفوا، وست فيه مليح الحشو تاعك. وصفه سهله وتناسب العيد الاضحى. نتمنى فقط تعجبكم، واعطوني رايكم، يعني واش رايكم في القناه؟ يعني شويه التفاعل راه ضعيف، مانيش عارف علاه ما كاش تفاعل، مانيش عارف علاه. اون توليكا احنا انا اللي نديره راني نتقاسمه معكم، غير فقط بعض الاحيان تكون فكره جديده، بعض الاحيان تكون افكار تساعدكم في الاكل ولا في الحلويات الى اخره. اذا كما كتشوفوا هنايا راني نستمر باش نعمر كاع القوالب تاعي بالحشوه كما كتشوفوا. ومن بعد نجيب الشوكولا تاعي، الا شتيها تجمدت لك عاودي تاني ذوبيها، وغطي كاع هذاك السطح تاع الحشوه تاعنا. غادي كاع نغطو عفوا بالشوكولا. يعني انا في العيد الاضحى نبغي بزاف حلويات، هي اصلا انا من النوع اللي يحبوا حلويات الجافه، ما نبغيش حلويات اللي فيها الالوان بزاف ولا تكون حلوه بزاف ولا، يعني انا هذا هو الذوق تاعي. وغادي نزيدكم وصفات اخرى ان شاء الله لعيد الاضحى. اذا كما كنتم تشوفوا هنايا غادي نكمل كاع المول تاعي. بالنسبه للحشوه انايا بقات لي كما قلت لكم، غادي نديرها لكم وصفه اخرى
بصح نتيا الا بغيتي كيما انايا خليت غير 8 حبات فقط. الا تبغيتي باش تكمليها كاع تكملي تعاودي ديري الشوكولا نفس الطريقه اللي درتها في الحاله الاولى. من بعد تضربي المول تاعك شويه كيما هكا باش نسوي يعني تكون على مستوى واحد الشوكولا، وتعاودي تدخليها في المجمد حتى تجمد لك. يعني اسهل من هذه يعني ما كانش. اذا هنايا بعد ما جمدت لي الشوكولا تاعي خرجتها، ومن بعد غادي نديمو ليها. تحاولي غير بشويه تخرجيها باش ما تخسريش الوجه تاع الحلوه تاعك. هذا هو الشكل النهائي. تخرجيها غير بشويه. وبالنسبه للديكور غادي ديكوريها باي حاجه تبغيها. تبغي بالشوكولا بلون، تبغي مثلا بالمربى، تبغي باي حاجه. انا زينتها بالكسموه بلي سوريز كونفي وحطيتهم الفوق فقط. وانتي لك الاختيار، انا نعطي الافكار. وبالنسبه للتزيين كل سيده عندها ذوق في التزيين تاع الحلويات تاعها. اذا كما كنت تشوفوا غادي كاع نكملها ونخرجها. يعني شوفوا والله العظيم هذيك الحشوه جات معسله. قلت لك يعني في حطه واحده كملت هذه الحلوه يعني صراحه. بون كما قلت لكم هنا زينتها بسوريس كونفي. هذه هي الوصفه تاع اليوم. نتمنى انها تنال اعجابكم. اذا اذا عجبتك الوصفه ما تنسيش لايك والبارتاج. اش غادي نقول لكم، نخليكم في امان الله الى فيديو اخر ان شاء الله. مع السلامه. وقبل ما نكمل، شكرا اللي دخلوا عندي مشتركين جدد، شكرا. نتمنى فقط الدعم لهذه القناه فقط. نخليكم في امان الله. مع السلامه الى فيديو اخر ان شاء الله.